السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبين لكم مسلسل عائلي لطيف جدا اسمه يانج شيلدن، بيحكي عن طفل ذكي ونابغه وسابق سنه زي كده وانت صغير، لدرجه انه دخل المدرسه الثانوي وهو عمره 9 سنين بس. وبنتمنى ان الملخص يعجبكم، وبنفكركم انكم لو عايزين نلخص اي افلام او مسلسلات تكتبوا لنا في الكومنتات او تدخلوا جروب محمد طاهر فانز اللي هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشنز، وربنا يخلينا ليه. يلا بينا. بيبدا المسلسل مع الطفل شيلدن، وبنعرف انه طفل ذكي ومميز جدا وبيحب علم الفيزياء وكمان بيحب القطر، وبيتمنى انه لو ما بقاش عالم فيزياء لما يكبر يشتغل في القطر اي حاجه، يبيع تذاكر او حتى يبقى مشرد في المحطه. وبتنادي عليه والدته ماري عشان يتعشى مع عيلته واخته ميس التوأم وجورجي اخوهم الكبير ووالده جورج، وبيبقى واضح انه مشغول في نظريه فيزيائيه بيحاول يطبقها على لعبه القطر وما بيردش على والدته. فبتنادي عليه ميسي وبتهدده انه لو ما جاش هتستخدم فرشه السنان بتاعته، فبيجري بسرعه عشان يخرج لانه واثق انها ممكن تنفذ تهديدها. ولما بيخرج بيساله والده كان مشغول في ايه، فبيعرفه انه كان مشغول في نظريه فيزياء الابعاد. فبيتريق عليه جورجي وبيطلب منهم يعترفوا انه مش ابنهم وانهم متبنينه. فبيقول له شيلدون ما تبنيني ازاي يا ذكي وانا عندي اخت توأم. فبتطلب منهم ماري انهم يبطلوا خناق وبتاكد لهم انهم كلهم ولادها، وبتقترح عليهم يمسكوا ايد بعض ويدعوا قبل الاكل. فبيلبس شيلدون جوانتي لانه مهتم جدا بالنظافه، وبيتريق عليه والده. فبيسال جورجي انت اخر مره غسلت ايدك امتى، فبيقول له مش شغلك. فبياكد لوالده انه عشان كده بيحب ياخد حذره. وبتسالهم ماري لو كانوا مستعدين لبدايه السنه الدراسيه يوم الاثنين، فبياكد لها شيلدون انه متحمس جدا، وكمان ميسي بتعرفهم انها مستعده. فبتسال ماري جورجي لو كان متحمس او لا لانه في اول سنه ليه في المرحله الثانويه ودي حاجه مهمه جدا. فبيقول لها جورجي ازاي ابقى متحمس وشيلدون معايا في نفس الفصل. فبيطمنه شيلدون انه مش ناوي يفضل كتير معاه في نفس الفصل. وبنعرف ان شيلدون اتنقل للمرحله الثانويه بسبب ذكائه وتفوقه في الدراسه. وبعدها بنشوف ماري وهي بتحاول تقنع شيلدون انه يستمتع باخر يوم في الاجازه. فبيعرفها انه لازم يخلص مذاكره دليل الطالب الاول، وبيبدا يقول لها معلومات عرفها من كتاب دليل الطالب، لكنها بتبقى شايفه ان اليوم جميل جدا على عكس شيلدون اللي بيظهر انه مرعوب من كل حاجه حواليه. فبتاخد منه ماري الكتاب وبتطلب منه يروح يلعب، وبيبقى شايف ان الامر مش بالبساطه دي، وبيروح يحرك المرجيحه وبيبقى شايف انه كده خلص لعب. وفي الوقت ده بيجي صديقه بيلي ومعاه الفرخه بتاعته، فبيسلم عليهم وبيسالوا بيلي لو انه فعلا اتنقل للمرحله الثانويه. فبيعرفوا شيلدون ان ده صحيح وهيضطر يدور على حد غيره عشان يعذبه في ملعب المدرسه. وبيظهر ان بيلي مش فاهم طريقه كلامه فبيخوفه بالفرخه، وهو بيترعب شيلدون وبيصرخ وبينادي على والدته. وبنعرف انه بيخاف من كل الحيوانات والطيور والسمك والحشرات. وبالليل بيسمع والده ووالدته هما بيتخانقوا على المصاريف، وبيقترح والده انهم يدوا الكوتشي بتاع اخوه الكبير عشان يروح بيه المدرسه. فبتتضايق والدته وبتبقى شايفه ان ده مش هينفع. وفي الوقت ده بتلومه ميسي لان والده ووالدته بيتخانقوا بسببه. فبيأكد لها انهم بيتخانقوا بسبب المصاريف وان دي خناقات وارد انها تحصل كتير بين المتجوزين. وبتدخل ماري وبتطلب منهم يناموا عشان يصحوا الصبح للمدرسه. فبيسالها شيلدون لو انهم بيمروا بازمه ماديه، فبتاكد له والدته انهم بخير ومش مفروض يقلق. والصبح بتبقى ماري بتوصل شيلدون للمدرسه وبتعرفه ان زمايله ممكن يخافوا منه بسبب ذكائه الشديد، لكنه بيبقى عنده وجهه نظر تانية انهم ممكن يقدروا قدراته ويخلوه القائد بتاعهم. فبتدعي ماري ربنا انه يحفظ ابنها ويبعد عنه زمايله اللي ممكن يأذوه. وبيوصل شيلدون للمدرسه وبتفكره ماري ان لو حد ضايقه يقول ان والده مدرب كره قدم وان اخوه بيلعب كره قدم. ولما بيدخل الفصل بتعرفهم ميس فيكتوريا مدرسه الانجليزي على نفسها، وبتطلب منهم يرحبوا بزميلهم الجديد، وبتبقى شايفه انه سنه صغير بس موهوب ومميز. فبيرفع شيلدون ايده وبيعرفها انه قرأ دليل الطالب وعرف منه ان الزي اللي لابسينه زمايله مش مناسب ابدا للمدرسه. وبيصدمها لما بيبقى شايف ان هي كمان شكلها مش مناسب لانه شايف ان عندها شنب. وفي نهايه اليوم الدراسي بيتجمع كل المدرسين في مكتب المدير وبيشتكوا من تصرفات شيلدون، وبيبقوا شايفين انه ما ينفعش يبقى في المدرسه لانه بينتقدهم وشايف الناس منهم وبيشكك في شهادتهم. وبيبقى المدير شايف الحل انهم ينقلوه لمدرسه تانية. فبتعترض ماري وبتعرفهم انهم لازم يلاقوا حل لان ابنها يكمل في المدرسه، وده لانهم ما عندهمش امكانيه ماديه تخليهم ينقلوه لمدرسه خاصه او يجيبوا له مدرسين في البيت. ولما بيرجع شيلدون للبيت بيدخل والده عشان يتكلم معاه وبينصحه انه لو عايز يكمل في المدرسه لازم يبطل ينتقد الناس اللي حواليه ويهتم بدراسته وبس. وبيأكد له انه كان بيشتغل مدرب في مكان كبير واتطرد بسبب انه كان بينتقد التصرفات الغلط اللي كانت بتحصل في الشغل. ولما بيتجمعوا على العشاء بيقرر شيلدون يخلع الجوانتي ويمسك ايد والده، وبتبقى دي اول مره يمسك فيها ايده لانه اتكلم معاه وحاول يقرب منه. وبعدها بتبقى ماري في المدرسه وبتلاحظ ان شيلدون قاعد لوحده في صاله الغداء، فبتحاول تروح له عشان تقعد معاه فبيمنعها جورج، وبيبقى شايف ان زمايله شايفينه غريب اصلا وانهم هيستغربوا اكتر لما يشوفوها معاه. فبتعرفوا انهم هيبقوا فاكرينها طالبه
طالبه في اخر سنه في الثانويه لان شكلها لسه صغير. وفي الوقت ده بيبقى شيلدن مستمتع بالقعده لوحده وشايف انه بالطريقه دي بيقدر يفكر اكتر في النظريات العلميه اللي مهتم يدرسها. وبتدخل مثل شيلدن وبتلومه لانه دايما بيسبب قلق لوالدته، ولما بيسالها هو عمل ايه بتعرفوا ان والدته قلقانه عليه لانه مش عارف يكون صداقات، فبيأكد لها انه كويس هو لوحده، فبتأكد له ان هو السبب في احساس والدته بالقلق. وبيبقى شايف ان الحقيقه العلميه بتثبت ان الاخوات البنات اسوأ حاجه في الوجود. وبعدها بيقرر شيلدن يروح لمكتبة المدرسة وبيطلب من أمينة المكتبة تساعده في إنه يلاقي كتاب يعرفوا إزاي يبقى عنده أصدقاء، فبتتعاطف معاه وبتسأله لو إنه مش عارف يتأقلم مع زمايله، فبيأكد لها إنه مش عارف يتأقلم مع كوكب الأرض كله، فبتقترح عليه كتاب وبتأكد له إن الكتاب قديم بس ممكن يساعده. ولما بيبدأ شيلدن يقرأ الكتاب بيعرف إن فيه 3 قواعد مهمة عشان يقدر يكون صداقات: يبطل ينتقد، يبطل يحكم على الناس، يبطل يتضايق من تصرفات اللي حواليه. فبيكتشف ان هايل دول اكتر صفات موجوده في شخصيتي اساسا. وبيبدا شيلدن يطبق القواعد اللي في الكتاب عشان يقدر يكون صداقات جديده، وبيظهر ان كل محاولاته بتفشل. وبالليل بيبدا يراجع الكتاب مره تانية عشان يعرف السبب، فبتقترح عليه ميسي انه يشوف الكارت اللي في الكتاب، فبيعرفها ان ده مش مهم لان الكارت ما فيهوش غير اسامي الناس اللي قروا الكتاب قبله. فبتعرفه ان اللي قروا الكتاب قبله كانوا زيه فاشلين في تكوين صداقات، وانه لما يعرف اساميهم ممكن يقرب منهم ويبقى صديق ليهم. فبيستغرب انها ذكيه كده ومع ذلك ما بتعرفش حتى تعد كويس. وبيرجع شيلدن للمدرسة وبيكتشف ان اغلب اللي قروا الكتاب من اساتذته، وبيفشل في انه يكون معاهم صداقة لانهم قروا الكتاب عشان يتغلبوا على الصدمات العاطفية اللي عاشوها. ولما بيرجع الكتاب بيقابل زميله تام اللي بيبقى هو كمان محتاج يكون صداقات عشان اهله بيضغطوا عليه. ولما بيسأله عن الكتاب بيأكد له انه ما استفادش منه بحاجة. وبتوصل ماري البيت وبتبلغ جورج وهي متحمسة ان ابنهم اخيرا بقى له صديق، فبيسألها هو مين، فبتعرفه ان ده مش مهم والمهم انه فعلا لقى صديق من البشر. وفي الوقت ده بيدخل شيلدن وبيسألهم هو امتى هيقدر يكمل تجربته في صناعة الصاروخ، فبيعرفوا جورج ان مسموح له يعمل كل حاجة ما عدا انه يحاول يطلق الصاروخ، فبيتضايق لان دي الخطوة المهمة في التجربة. وبيأكد لهم انه كان عايز يعمل كده مع صديقه الجديد، فبتقترح عليه ماري يعزم صديقه على العشاء. ولما بيسألها عن السبب بتعرفوا ان كل الاصدقاء بيعملوا كده. وبيوصل تام لبيت شيلدن وبينضم لهم على العشاء وبيسألوه هو ازاي جه من فيتنام لامريكا، فبيبدأ يحكي لهم حكايته الحزينة في رحلة عيلته من فيتنام لامريكا واللي عانوا فيها من الحرب والتهجير والعنصرية لحد ما وصلوا امريكا وعايشين حياة فقيرة جدا، واهله بيشتغلوا 16 ساعة في اليوم عشان يقدروا يوفروا لهم مصاريفهم. وبعدها بيدخل تام مع شيلدن للمعمل بتاعه وبيبداوا ينفذوا مشروع اطلاق الصاروخ، وبيسالوا تام هو ليه مش عايز ينطلق، فبيأكد له انه مستغرب لان العلماء النازيين الاشرار قدروا يطلقوا صواريخ من 50 سنه وهو مش عارف يعمل ده. والصبح بتتفاجئ ماري وجورج ان 2 من الشرطه الفيدراليه جايين يسالوا عن شيلدن لانه حاول يكلم معمل تخصيب يورانيوم في كندا وطلب يشتري منهم. فبيأكدوا لهم ماري وجورج ان ابنهم عنده 9 سنين وبيقترحوا عليهم انهم يدخلوا بنفسهم عشان يتكلموا معاه ويتاكدوا ان نواياه سلميه. وفي اللحظه دي بينطلق الصاروخ وبتنجح تجربه شيلدن، فبيعرفهم جورج ان ابنه موجود في الجراج. وبعدها بتطلب ماري من والدتها كوني انها تيجي تقعد مع الاولاد وتهتم بيهم لحد ما ترجع البيت. ولما بترجع بتتصدم ان والدتها سمحت لجورجي انه يجيب بومب وصواريخ بباقي الفلوس اللي اديتها له عشان يشتري لها بيها مشروب، وادت ميسي كاندي كتير جدا وقاعده بتلعب كوتشينه على فلوس مع شيلدن وبتعلمه يغش ازاي في اللعب. وبعدها بتضطر ماري تروح المستشفى مع جورج وبتطلب من شيلدن وميسي انهم ما يتحركوش من مكانهم لحد ما جدتهم تيجي لانها تاخد بالها منهم وهي في المستشفى. وبعد فتره بتحس ميسي بالتعب وبتفكر تتحرك، فبيأكد لها شيلدن ان والدتهم كانت واضحه في كلامها لما طلبت منهم ما يتحركوش. وفي الوقت ده بتوصل جدتهم وبيعرفوها انهم لسه ما اتعشوش، فبتتضايق لانها مش عايزه تطبخ. وفي الوقت ده بتطلب ماري من الممرضه انهم يدخلوا جورج لغرفه الكشف لانه بدا يتعب اكتر وشاكك انه مصاب بازمه قلبيه. وبيرجع جورج للبيت وبيحاول يقنع جدته انها تسيبه ويروح لوالده المستشفى، فبتعرفه ان ده مش هينفع. وبيجي لها مكالمه من ماري وبتطمنها ان جورج هيبقى بخير وبتطلب منها تهتم بالاولاد، فبترجع لهم جدتهم وبتطمنهم على والدهم وبتصمم انها ما تسيبش جورج يروح المستشفى، فبيتضايق وبيسيبهم وبيمشي. وبالليل بيقرر جورجي يسرق مفاتيح العربيه من جدته عشان يروح المستشفى يطمن على والده. وبتصحى جدتهم على صوت التليفون وبتبلغها ماري انهم هيضطروا يباتوا في المستشفى. ولما بتسالها عن الاولاد بتطمنها انهم نايمين، وبتكتشف ان شيلدن سايب لها رساله بيعرفها فيها ان جورجي سرق مفاتيح العربيه عشان يروحوا المستشفى. وفي الوقت ده بيبقى جورجي تايه في الطريق بيخبط في كل الصناديق اللي بتقابله، وبتساله ميسي لو كان قاصد يعمل كده، فبيأكد لها ان ده بيحصل غصب عنه. وبيتفاجئوا لما بيسمعوا صوت عربيه الشرطه، فبتعرفهم ميسي انها تقول للشرطه انها مخطوفه عشان تسيب جورجي يدخل السجن لوحده. وبيطمن جورجي لما بيعرف انها عربيه اسعاف من الشرطه، فبيطلب منه شيلدن انه يمشي وراها لانها اكيد رايحه المستشفى. وبتوصل كوني للمستشفى وبتتفاجئ ان الاولاد لسه ما وصلوش،
وبتحاول تخبي على ماري، ولما بيوصلوا بتكذب عليها وبتعرفها انها كان لازم تجيبهم عشان يطمنوا على والدهم. ولما بتدخل ماري بتاكد لهم جدتهم انها مش هتخليهم يلعبوا او ياكلوا حلويات مره تانية لو قالوا الحقيقه لماري. وبعدها بيروح شيلدن عشان يغسل ايده في الحمام، وبيتصدم لما بيعدي على الغرفه اللي فيها والده وبيشوفه هو تعبان، فبيقرر يدخل الكنيسه اللي في المستشفى عشان يدعي له. وبعد شويه بتخرج ماري وبتطمنهم ان والدهم هيبقى بخير وان ربنا استجاب لدعواتهم. وبيرجع جورج البيت وبنشوفه هو بيحضر العظه مع اولاده في الكنيسه، وبيرفع شيلدن ايده عشان يسال القس الاسئله الوجوديه اللي متعود دايما يسالها. فبيتحجج جورج ان قلبه تعبه عشان يقدر يخرج من الورطه اللي حطهم فيها شيلدن. وبعدها بيبقى شيلدن قاعد بيفطر مع عيلته، وفجاه بيتخنق لانه اول مره قرر يسيب توصيات منظمه الصحه العالميه ويمضغ الاكل عدد مرات اقل. وبيبقى بين الحياه والموت وبيحاول والده يساعده. واخر مشهد بيشوفه هو اخوه جورج اللي بيبقى بيعمل سندوتش مربى، وقرر يحط السكينه في بقه ويرجعها مره ثانيه في العلبه. واول حاجه بيعملها شيلدن لما بيتم انقاذ حياته انه يطلب من والدته ترمي علبه المربى دي. وبيوصل شيلدن للمدرسه متاخر لاول مره في حياته، وبيقدم عذره الطبي لفيكتوريا وبيعرفها انه تعرض للاختناق. فبيبدا زمايله يضحكوا عليه وبيبقى مش فاهم هما بيضحكوا على ايه. ومع الوقت بيظهر ان شيلدن خايف انه ياكل اي حاجه عشان ما يتخنقش مره ثانيه ويموت. فبتقترح عليه جدته انها تضرب له اللحمه في الخلاط مع شويه مرقه، فبيوافق وبيعرفها انه ياكل اي حاجه ممكن تدخل معدته عن طريق الشاليمو. وبعد 5 اسابيع يبقى شيلدن لسه رافض ياكل اي حاجه لانه خايف يتخنق. فبتقرر ماري توديه لدكتور نفسي عشان تساعده. ولما بيوصلوا العياده بيطلب الدكتور من ماري وجورج يدخلوا معاه عشان يعرفوا اكتر عن شيلدن. وبتحكي له ماري ان ابنها مميز جدا وان عنده 9 سنين بس اتنقل للمرحله الثانويه بسبب ذكائه غير المعتاد. فبيأكد لهم الدكتور انه فاهم كويس جدا لان هو كمان كان طفل ذكي مقارنه بزمايله. وفي الوقت ده بيبقى شيلدن قاعد بيقرا كتاب عن اكس من الابطال الخارقين، وبتتفاجئ ماري لما بتخرج ومش بتلاقيه في العياده. وبيوصل شيلدن لمكتبه متخصصه في بيع روايات عن الابطال الخارقين، فبيدخل وبيسال صاحب المكتبه عن سلسله اكس مان لانه عايز يعرف نهايه القصه. وبيتفاجئ تام لما بيشوفه لانه كان بيقول ان الروايات المصوره دي للاطفال بس. وبعدها بنشوف شيلدن وهو بيقرا عن الابطال الخارقين مع تام، فبيعزم عليه تام ياكل معاه كاندي، فبيخاف وبيتراجع لانه لسه ما تخطاش خوفه من الاكل اللي بيتمضغ. وبعدها بيفكر انه كل الابطال الخارقين لهم نقطه ضعف لازم يواجهوها، وعشان كده قرر يواجه خوفه من المضغ. وبياخد كاندي وبياكلها بمنتهى التحدي. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ ان اهله طلبوا الشرطه لانهم كانوا فاكرينه اختفى، فبيسيبوا تام وبيقولوا مع نفسك بقى. وبيدخل شيلدن البيت وهو مش عارف ازاي هيقدر يقنع اهله بان واحد من الابطال الخارقين ساعده في انه ياكل الكاندي. وبعدها بنشوف عيله شيلدن وهم متجمعين وبيتابعوا ماتش لكرة القدم، وبيظهر انهم كلهم مهتمين يتفرجوا عشان يستمتعوا باللعب ما عدا شيلدن اللي بيبقى مهتم بالاحصائيات والارقام اللي في الماتش. فبيأكد له والده انه طول عمره بيلعب وبيدرب كرة قدم وشاف ان نظرياته المبنيه على احصائيات مش صحيحه. فبيراجع شيلدن حساباته وبيأكد له ان احصائياته صحيحه. وبيقرر جورج يستخدم الاحصائيه اللي عملها شيلدن في ماتش بيلعبوا فريق المدرسه، وبيكتشف ان نظريته صحيحه وبيقدر يفوز بالماتش. وبالليل بتحاول كوني تعرف من شيلدن احصائيات الماتش اللي هيتلعب في الدوري الاسبوع الجاي لانها بتبقى مدمنه مراهنات. ولما بيدخل جورج وماري بتعرفهم انها كانت بتطمن على الاولاد وبتتاكد انهم ناموا. وبيقدم جورج الكره اللي اتلعب بيها الماتش لشيلدن، فبيتضايق لانها بتبقى مش نظيفه. فبيعرفوا والده ان هو اللي ساعدهم في الفوز وعشان كده شافوا انه يستحق يحتفظ بالكره اللي اتلعب بيها الماتش، فبيطلب منه يغسلها الاول. وبعد فتره بيلاحظ شيلدن ان وضعه في المدرسه بدا يتغير وان زمايله كلهم بقوا بيحتفلوا بيه لان والده لما استخدم احصائياته قدر يفوز في كل الماتشات اللي بيلعبها مع فريق المدرسه. وبالليل بيوصل تام وبيقنع شيلدن انه يروح معاه حفله عاملينها زمايلهم في المدرسه، ولما بيرفض بيوعده انه هيدخل معاه بس عشان يوافقوا بوجوده وبعدها هيسيبه يرجع. والصبح بيبقى شيلدن مصدوم لان درجته قلت في ماده الرياضه بسبب انه ساب المذاكره وراح الحفله. ولما بيوصل تام بيعرفوا ان درجته قلت من امتياز لجيد جدا، وبيبقى شايف ان دي بدايه النهايه وانه ممكن يوصل بيه الحال انه يبقى مدمن مخدرات او محامي. فبيقول له تام انه بيبالغ، فبيأكد له شيلدن انه ما بيعملش كده، وبيقرر انه يبطل يساعد فريق كرة القدم لان الاحصائيات اللي بيعملها لهم بتأثر على تركيزه في المذاكره. وبيحاول شيلدن يلاقي طريقه يبطل بيها يساعد فريق الكوره، وبيبقى ده مش سهل لان والده بيعتمد عليه وجدته كمان وفريق كرة القدم في المدرسه. وبيبقى شايف ان الحل الوحيد هو انه يفتن لوالدته عشان تلومهم ويبطل يعمل الاحصائيات. ولما جدته بتترجاه يساعدها في توقع نتيجه الماتش الجاي بيتعمد يقول لها عكس النتيجه عشان تبطل تطلب مساعدته. وبعدها بنشوف مستر هيوبرت مدرس العلوم جايب صديقه رونالد اللي بيشتغل في وكاله ناسا عشان يكلم الطلاب عن العلوم الفضائيه. وبيبقى جورج كل فكرته عن الفضاء واخدها من فيلم إليانز، فبيسخر منه رونالد وبيعرفهم
ان استطلاع النظام الشمسي بيكلف الدوله مبالغ كبيره، فبيقترح عليه شيلدن انهم بدل ما يسيبوا الصواريخ اللي بترجع من الفضاء تقع في المحيط يعيدوا استخدامها. لكن رونالد بيأكد له ان الفكره مش ممكن تتنفذ من الناحيه التقنيه، فبيعرض عليه شيلدن يساعدهم، فبيتريق رونالد على كلامه وبيأكد له ان الحسابات معقده جدا وانه مش هيقدر يحلها، وبيديله شارة ناسا وبيطلب منه يخلي والدته تخيطها له في الشنطه. وفي الوقت ده بيتضايق شيلدن وبيبقى شايف انه لازم ينجح ويوصل لحلمه في انه يبقى عالم فيزياء عشان يثبت للي زي رونالد انهم مغفلين. وبعدها بيقرر شيلدن انه يجمع فلوس عشان يشتري كمبيوتر يقدر بيعمل حسابات عن اعاده استخدام الصواريخ اللي بترجع من الفضاء، وبيروح لجدته وبيسالها هي هتسيب له كام لما هتموت، فبتقفل الباب في وشه، فبيترجاها تساعده لانه عايز يشتري كمبيوتر، فبتساله الكمبيوتر اللي عايز يشتريه بكام، فبيعرفها ان في واحد ب $2000 لكنه محتاج كمبيوتر بحوالي $3 مليون، فبتقول له ثواني بس اشوف لك معايا في الخزنه كام بس كده، وبتدي له $9 طبعا مش مليون. وبيرجع شيلدن البيت وبيقرر يكلم البنك الوطني عشان يسالهم عن اجراءات القروض، وبيبقى بيفكر يرهن البيت عشان يقدر ياخد قرض يشتري بيه كمبيوتر. وبتدخل ماري وبتتفاجئ باللي بيعمله، فبتاخد منه التليفون وبتنهي المكالمه. وبعدها بيظهر التعب على شيلدن وبيبقى شاكك انه مصاب بقرحه في المعده، ولما بيروح للدكتور بيأكد لهم الدكتور انه فعلا مصاب بقرحه، وبيسالهم لو انه بيتعرض لضغوط في الفتره الاخيره، فبيأكد له شيلدن انه فعلا مضغوط لان والدته بتعاقبه ورافضه توديه المكتبه. وبيستغل فرصه انهم منشغلين مع الدكتور وبيتسحب عشان يروح يعمل سيرش على الكمبيوتر. وفي الوقت ده بيسالهم الدكتور لو ان ابنهم بيدخن، فبتستغرب ماري وبتفكروا ان ابنهم عنده 9 سنين، لكنه بيأكد لها انه بدأ يدخن لما كان في عمره. وبينجح شيلدن انه يعمل بحث يخلي الصواريخ اللي بترجع من الفضاء تستخدم مره تانية، وبيبعت البحث لوكاله ناسا وبيستنى منهم رد. وبعدها بيقرر جورج ياخد العيله كلها ويروح لوكاله ناسا عشان يخلي شيلدن يقدر يقابل رونالد. ولما بيوصلوا بيفضلوا مستنيين فتره، فبيقرر جورج انه يقتحم مكتب رونالد وبيعرفوا ان ابنه اتصاب بقرحه المعده بسببه وعشان كده لازم يسمعه. وبيدخل شيلدن عشان يقابل رونالد وبيشرح له نظريته بالتفصيل الممل، وبيأكد له رونالد انه معجب جدا بنظريته، فبيطلب منه شيلدن يعتذر له لانه قبل كده اتريق عليه وده بادج، فبيأكد له رونالد ان ده تصرف عادي بيعمله مع كل الطلاب، وبيعرفوا ان نظريته صحيحه بس يعني مش هنقدر ننفذها دلوقتي والله. لكن شيلدن بيقول له انت لازم بقى تعترف ان انا سابق عصري، فبيأكد له رونالد انه فعلا سابق عصره، فبيطلب منه يتصل بيه لما يوصلوا للمرحله اللي هو فيها. وبعدها بنشوف شيلدن وهو بيتعشى مع عيلته وبتقدم لهم كوني لحمه مشويه هي عاملاها بوصفه خاصه، فبيطلب جورج منها تديله الوصفه، وبيأكد لها انه في اول مره اكل فيها اللحمه دي من ايدها اتأكد ان بنتها هتكمل مع حياته، فبتطلب منه كوني يجيب لها ورقه عشان تكتب له الوصفه، وبيجري بسرعه عشان يجيب الورقه. وبتأكد لهم ماري ان دي اسرع مره بتشوف فيها بوم بيجري، لكن شيلدن بيقول لها انا اصلا دي اول مره اشوفه بيجري اساسا. وبتضحك كوني على جورج وبترفض تديله الوصفه وبتكتب له في الورقه احلم يا تخين. وبتزيد المشاكل بين ماري وجورج لان والدتها رفضت تديله وصفه اللحمه لدرجه ان ميسي بتشك انهم ممكن ينفصلوا، وبتسال شيلدن لو والده ووالدته انفصلوا هيختار يعيش مع مين، فبيأكد لها انه هيختار طبعا يعيش مع والدته. وبعدها بيقرر جورج يستغل غياب الجده عشان يروح بيتها ويدور بنفسه على الوصفه، ولما بترجع بتكتشف انه دخل مطبخها وبتبقى شايفه انه غبي لانه فكر انها ممكن تبقى كاتبه الوصفه وسايباها في المطبخ. وبتقرر كوني تدي الوصفه لجورج وبتاكد له انها مش عايزه تكون سبب في مشاكل بينه وبين ماري، وبتعرفه انها بتتمنى انه يشارك الوصفه في يوم من الايام مع حد من اولاده. وبتتعمد الجده انها تكتب له وصفه غلط وبتورطه في السفر لمدينه بعيده عشان يشتري نوع معين من القهوه اقنعته انه يستخدمه للحمه. وبعد عناء 14 ساعه في التحضير بيكتشف جورج انها خدعته، فبيدخل وهو متضايق وبيطلب منها ما تجيش بيته مره تانية، فبتعرفه انها عملت كده لانه خدعها وحاول يسرق الوصفه من بيتها. وبتكمل شرب القهوه بمنتهى برود الاعصاب. وبيقرر جورجي انه يطلب مساعده شيلدن لانه مش عايز والده ووالدته يتطلقوا بسبب وصفه اللحمه، فبيأكد لشيلدن ان ده مش هيحصل وان الحموات عادي ما بيحبوش زوج بنتهم وان ده عمره ما ادى للطلاق. فبيأكد له جورج انهم لو قدروا يوصلوا للوصفه هيوقفوا المشاكل اللي بتحصل بين والده ووالدته. وبيفتكر شيلدن ان جدته قالت له الوصفه لما كان عمره 23 شهر، فبيقرر يجمع عيلته عشان يشارك معاهم الوصفه، وبيبقوا مستغربين انه قدر يفتكر حاجه اتقالت له لما عمره كان اقل من 2 سنين، فبيصدمهم انه عارف الوصفه فعلا. فبيطلب منه جورج يوقف كلام وبيأكد لهم انه مش عايز يعرف الوصفه لان كوني بتعتبره دخيل على العيله، لكن كوني بتأكد له انها فعلا بتعتبره دخيل وبتقول له انت فجاه ظهرت في حياه بنتي واخدتها مني، لكنه بيقول لها انا فاهمك طبعا لان انا عندي بنت، وبيعتذر لها وبيحضنها. وبعد ما كوني بتمشي بيطلب من شيلدن يقول له الوصفه، واخيرا بيقدر يحضر اللحمه وبياكلها وهو مستمتع. وبعدها بيقرر جورج انه يقرب اكتر من ابنه وبيقترح عليه يطلعوا رحله تخييم في الاجازه ويصطادوا سمك، فبيعرفوا شيلدن انه مش عايز يصطاد سمك في السن ده، وبيعرفوا انه عايز يسافر فلوريدا عشان يحضر اطلاق مكوك للفضاء. فبيعرفوا جورج ان السفر هيحتاج على الاقل 12 ساعه بالعربيه، لكن شيلدن بيعرفوا انه خلاص مش مهتم، فبيأكد له والده انه مستعد للسفر عشان يساعده. وبيبقى شيلدن بيخطط انه يدخل المكوك ويحاول يهرب من الكوكب السخيف ده. وبيوصل شيلدن مع والده واخوه جورج للفندق اللي هيباتوا فيه لحد الصبح،
عشان يصحوا يروحوا المكان اللي هينطلق منه المكوك. وبيضطر شيلدن ينام جنب جورجي، وبيصحى بالليل وبيعرف والده ان جورجي بيرفصه برجله، فبينصح والده ان هو كمان يرفصه، فبيأكد له انه مش عايز يلمسه اصلا، وبيطلب منه يسمح له ينام جنبه. وبيتصدم لما بيسمع صوت المطر لانه في الحاله دي مش هيتم اطلاق المكوك. والصبح بيظهر الاحباط على شيلدن لما بيكتشف ان المطر ما وقفش من الليل، فبيحاول والده يواسيه وبيساله عن تفسير ظواهر الرعد والبرق. وبيفهم شيلدن ان والده بيتظاهر بالغباء عشان يخليه يثق في نفسه اكتر، وبيبقى شايف ان اخوه مش محتاج يتظاهر لانه فعلا غبي. وبعدها بيستعد شيلدن لرحله الرجوع مع والده واخوه، وبيعرف والده انه مش عايز يمشي في المطر، لكن والده بيقول له معلش بقى، ما احنا لازم نمشي عشان عندنا بكره شغل ومدرسه. ولما بيلاحظ مش عايز يتحرك بيقرر يشيله بالعافيه ويوصله للعربيه. وبيبقى شيلدن عارف انه ما كانش محظوظ انه يشوف اطلاق المكوك، بس كان سعيد وحاسس انه قضى اجمل رحله في حياته. وبيوصل شيلدن للبيت وبيبقى قاعد يتفرج على مسلسل خيال علمي عن الفضاء مع جدته، وبيبقى شايف نفسه نص بشري ونص فضائي. فبيدخل والده وبيطلب منه يساعد اخوه في المذاكره، فبيرفض وبيبقى شايف ان ده مش حاجه مناسبه يقضي فيها وقت فراغه. لكن جدته بتتدخل وبتقنعه يطلب من والده انه لو ساعد اخوه في المذاكره يوديه متحف القطارات. فبيوافق جورج على طلبه، فبتقترح عليه جدته انه يطلب من والده ويجيب له اي حاجه هو عايزها. فبيأكد له والده انه موافق يشتري له اي حاجه اقل من $20 بس في حاله ان اخوه ينجح في الاختبار. وبيدخل شيلدن لغرفه جورجي وبيبدا يساله اسئله مبدئيه في الرياضيات عشان يعرف مستواه وصل لفين. فبيكتشف ان جورجي ما عندوش فكره اصلا، فبيخرج وبيأكد لوالده ان $20 مش كفايه. وبيبدا شيلدن يذاكر لجورجي وبيتاكد انه مش هينفع يبقى مدرس، فبيواسي نفسه انه شاطر في حاجات تانية كتير. والصبح بيبدا الامتحان وبيخلص شيلدن في اول دقيقه، وبيظهر انه متضايق لانه مش عارف يساعد اخوه. وتاني يوم بيتفاجئ ان جورجي جايب جيد جدا في الامتحان، وبيظهر ان المدرسه نفسها متفاجئه. وفي حصه الالعاب بيحكي لتام وبيقول له انا مندهش لان اكتشفت انه مدرس كويس جدا، لكن تام بيقول له ان جورجي نجح في الامتحان لانه كان بيغش. وبالليل بيتسحب شيلدن لغرفه جورجي وبيكتشف انه فعلا كان بيغش وكاتب الاجابات على الكوتشي بتاعه. وبيصحى جورجي فبيواجهه، فبيمسح جورجي الكوتشي وبيلومه شيلدن وبيقول له انت متهم بتضليل العداله. لكن جورجي بيقول له مش يلا من هنا، انا خلاص نجحت في الاختبار وان ده هيبقى مفيد للكل لاني هقدر اكمل في فريق الكوره، وانت كمان تقدر تروح متحف القطارات. ولما بيلاقيه مصمم يكشف الحقيقه بيقنعه انه لو قال الحقيقه بابا وماما هيزعلوا ويبقوا حزنه، يرضيك؟ وبعدها بيقرر شيلدن انه يستخدم اسلوب الغش في كل حاجه عشان يبقى زي جورجي. الواد بيبوظ، فبيتحايل على امينه المكتبه عشان يستعير الكتب من غير ما يسجل اسمه، لكنه بيرجعهم في الوقت المناسب. وبيتحايل على ميسي وبيقنعها ان في فلوس في جنينه جدتهم عشان يقدر يتفرج على التلفزيون لوحده. وبيزور جواب للمدرسه عشان يتهرب من حصه الالعاب. وبتكتشف والدته انه مزور الرساله ومقلد خطها، فبتروح له عشان تساله، فبيأكد لها انه عمل كده عشان يبقى زي جورجي. فبتأكد له انهم اصلا مش راضيين عن تصرفات جورجي، وبتطلب منه يصلح كل غلطاته. فبيرجع الكتب اللي اخدها من المكتبه، وبيتعاقب في حصه الالعاب، وبيخليه المدرب يتسلق الحبل. وبيبقى مدين بالاعتذار الاكبر لجدته اللي كانت ضحيه محاولات ميسي في البحث عن الكنز. وبعدها بتروح ماري هي وجورج عشان يقابلوا مدير المدرسه اللي بيعرفهم ان شيلدن بيتعامل بشكل وقح مع المدرسين وبيحرجهم قدام زمايله. وبيقترح عليهم انهم يبعتوا المدرسه خاصه للمتفوقين في مدينه تانية. وبيأكد لهم ان اداره المدرسه عرضت انه يدرس عندهم بمنحه كامله وهيعيش مع عيله تانية في خلال فتره الدراسه. فبتتضايق ماري لما بتعرف ان المدرسه على بعد 3 ساعات، وبتأكد له انها مش موافقه. ولما بيرجعوا البيت بيقترح عليها جورج انهم ياخدوا راي شيلدن وبيعرضوا عليه الفكره وبيبلغوه انه هيعيش مع اسره تانية. فبيوافق بشرط ان الاسره التانية دي ما يكونش عندهم كلب. وبيوصل شيلدن للمدرسه وبيلاحظ ان المدرسه هاديه جدا، فبيأكد لوالده ووالدته انه كان في حديقه حيوانات مش مدرسه. وبيدخلوا عشان يقابلوا فلورا مديره المدرسه، وبتقول لهم جاوبت التوصيه الخاص بشيلدن مخليني متحمسه جدا انه يبقى في المدرسه، وبتقترح عليهم تستضيفه في بيتها. فبيسالوها لو ان جوزها بيشتغل معاها في المدرسه، فبتعرفهم انه كان بيشتغل في ناسا وتقاعد. فبيسالها شيلدن لو عندهم كلب، فبتاكد له ان هي وزوجها عندهم حساسيه من الكلاب. فبيتحمس اكتر وبيأكد لماري انه فرحان. ولما بيوصل شيلدن لبيت فلورا وزوجها بيظهر انه مش عارف يتأقلم معاهم، وبيظهر ان عيلته كمان مفتقدينه، وماري مش قادره تتأقلم على غيابه. فبيقرر جورج يرجعه تاني للبيت. والصبح بتصحى ميسي وبتتفاجئ لما بتشوف شيلدن في سريره، وبتفرح جدا وبتفهم ان رسالتها اللي كانت بتقولها قبل ما تنام وصلت له. وبيرجع شيلدن للمدرسه وبيحاول يسيطر على انتقاده للمدرسين بتوعه عشان تجربته ما تتكررش. وبعدها بتتصدم ماري لما بتشوف تام بيعلم لعبه فيتناميه لشيلدن وبيلي، وبتبقى شاكه ان اللعبه فيها تعويذات حقيقيه، وبتبقى محتاره بين خوفها على ابنها
وبين انها مش عايزاه يخسر اصدقائه، وبتقرر تروح تتكلم مع سباركس والد بيلي. فبيسألها عن اسم اللعبه، فبتعرفوا ان اسمها زنازين وتنانين، وانها قلقانه لانها ممكن تبقى مخالفه لتعليم الكنيسه. فبيعرفها سباركس انه مش قلقان لانه ابنه اخيرا بقى له اصحاب وبطل ياكل الزرع اللي في الجنينه. وبعدها بتطلب من القس جيف انه يقنع شيلدن يحضر معاه الدروس اللي بيديها للاطفال في الكنيسه، وبتبقى بتحاول تحافظ عليه عشان القوى الشريره ما تسيطرش عليه. وبيوصل شيلدن للكنيسه عشان يحضر الدرس، وبيقرر يراجع الكتاب المقدس كله في يوم واحد، وبيفاجئ عيلته بانه قرر يعمل مقارنه بين الاديان، وبتساعده جدته وبتخليه يقابل إيرا صديقها اليهودي. واول ما بيشوفه بيأكد له انه ما ينصحش اي حد باليهوديه، وبيبقى معاه حق. وبيرجع شيلدن لدرس الكنيسه، وبيصدم جيف انه قرر يعمل ديانه خاصه بيه وهيسميها ماثولوجي، علم دراسه الاساطير. وبيرجع البيت وبيبدا الدعوه للفكره، وبيظهر ان بيلي اول اتباعه. وبعدها بيبقى شيلدن في مركز لبيع الاجهزه، وبيحاول يقنع والدته تشتري له كمبيوتر، وبيأكد لها انه ممكن يستخدمه عشان يساعدها في جدوله نفقات البيت او حتى كتابه وصفاتها. وبيأكد لها ان سعره حوالي $1000 بس، وممكن كمان يقسطوهم. فبتعرفه انها مش تقدر تشتريه، فبيلومها لانها اشترت لميسي مصاصه، فبتقول له دي ثمنها 10 سنت. فبيعتذر لموظف المبيعات، وبيعرفوا انهم يا دوب بيقدروا يسددوا نفقاتهم الشهريه. وبعدها بيحصل خلاف بين ماري وجورج لان والدتها عرضت عليهم تجيب كمبيوتر لشيلدن وجورج رفض. فبتقرر ماري تاخد شيلدن وميسي وتروح لبيت والدتها بسبب الخلاف، وبتشتري كمبيوتر شيلدن اللي بيبقى سعيد لانه اخيرا حقق حلمه، ومتضايق لانه ممكن يتسبب في تدمير اسرته. فبيقرر يستخدم الكمبيوتر عشان يوصل لطريقه يحل بيها المشاكل اللي بين والده ووالدته. وبيكتشف ان الذكاء الاصطناعي عنده مشاكل قديمه في حل الخلافات، وبيفشل انه يوصل لحل. وبتحاول كوني تقنع ماري انها ترجع البيت وتتحجج بانها عايزه تجيب هدوم للاولاد عشان يقابلها جورج ويعتذر لها. ولما بتخرج بتصادف جورج في الشارع، وبيعرفها انه كان جاي يعتذر لها، وبيتحل الخلاف اللي بينهم وبيرجعوا البيت. وبيظهر ان عيله شيلدن كلهم بداوا يستخدموا الكمبيوتر، وكل واحد منهم بيستخدمه على حسب اهتماماته. وبتحاول كوني تفهم طريقه التشغيل، وبتفتكر ان الماوس ميكروفون فبتبدا تتكلم من خلاله. وبعدها بيبقى شيلدن في المدرسه، وبيتضايق لما فيكتوريا بتعطس، وبيحاول يطمن نفسه ان ده ممكن يبقى بسبب غبار او حساسيه، ولكن لما بتعطس مره تانية بيتملكه الخوف من الجراثيم، وبيقرر يسيب الحصه ويمشي. فبتطلب منه فيكتوريا يرجع مكانه، وبيأكد له ان الفصل ليه قوانين، ما ينفعش يخرج من الحصه من غير اذن. وبيبقى شايف ان القوانين مهمه جدا للمجتمع بس مش مفيده لواحد ميت. وبيخرج، وبعدها بيقرر المدير يعاقبه بالاحتجاز، واللي بيبقى عباره عن فصل مجموعه من الطلاب المشاغبين في مكان واحد. وبيرجع البيت وبيطلب من جورج ينصحه، فبيأكد له انه لازم يبقى قريب جدا من الاستاذ، وده لانه لو فضل لوحده مع الطلاب المحتجزين ممكن يتعرض للضرب. وبيبقى شيلدون مستغرب انه ممكن يتعرض لايذاء جسدي، فبيساله جورجي تفتكر لما تتحجز في مكان مع اكتر طلاب مشاغبين في المدرسه ايه اللي هيحصل لك؟ فبيقول له اكيد هنتكلم ونتناقش ونندم على التصرفات اللي عملناها وتعاقبنا عشانها. فجورج بيقول له قوم يلا من هنا، مش يلا. فبيأكد له شيلدون انه لطيف وواقح معاه في نفس الوقت، وده بالنسبه له امر محير مش عارف يقيمه. وبيوصل شيلدون لفصل الاحتجاز، وبيوصل بعده هيوبر اللي بيبقى مستغرب انه موجود مع الطلاب الفاشلين. فبيعرفوا شيلدون انه هنا بسبب خوفه من العدوى اللي كانت ممكن تتنقله لما فيكتوريا كانت بتعطس. فبيعرفوا هيوبرت ان هو كمان حاسس باحتقان وممكن يكح. فبيقرر شيلدون يمشي من الفصل، ولما بيساله هيوبرت بيقول له سمعت عن المواجهه والهروب؟ فبيقول له هيوبرت ايوه. فبيعرفوا شيلدون انه بيختار الهروب. وبعدها بيقرر شيلدون يعمل اجراءات احترازيه عشان يحمي نفسه من الجراثيم. فبيعزل نفسه في الجراج، وبيخطط انه يعمل نظام اكتفاء ذاتي عشان ما يخرجش من الجراج ابدا. وبتحاول ماري تقنعه يخرج باي طريقه لكنها بتفشل. فبتقرر كوني تتدخل وبتعمل له كوكيز، وبتحاول تقنعه يخرج عشان ياخدهم. فبيسحبهم بسرعه، وبيرجع مره تانية للحجر الصحي اللي عامله لنفسه. فبتاكد له جدته انه طالما من سكان تكساس يبقى مش مفروض يخاف، لانهم قدروا يواجهوا الحروب والافاعي والهنود، ولازم يخرج ياكل الكوكيز بره زي الرجاله. فبيقتنع وبيخرج، لكن للاسف بيصحى تاني يوم مصاب بنزله برد شديده زي الرجاله برضه. وبعدها بنشوف عيله شيلدن بيحضروا احتفال في الكنيسه، وبيقترح جيف على ماري انها تساعده في الشغل الخاص بالكنيسه. فبترجع البيت وهي متحمسه، وبتبقى شايفه ان دي فرصه عظيمه. فبيسالها جورج هتعمل ايه مع الاولاد؟ فبتعرفوا انها هتوديهم الصبح المدرسه وتروح الشغل، وبعد المدرسه هتطلب من والدتها تهتم بيهم لحد ما ترجع. ولما بتقترح على والدتها الفكره بتاكد لها انها مستحيل توافق، وبتبقى شايفه انها مش هتضيع شبابها عشان تشتغل جليسه اطفال، وبتقترح عليها انها تجيب لهم مربيه. فبتفكرها ماري انها اصلا قبلت الشغل عشان تساعد في مصاريف البيت. فبتطمنها ان شيلدن ولد ذكي ومسؤول واكيد هيقدر ياخد باله من نفسه ومن اخته. وبتقرر ماري تقبل الوظيفه، وبتبلغ شيلدن وميسي انهم مش مطلوب منهم غير لما يرجعوا من المدرسه
المدرسه ياكلوا الغدا ويعملوا الواجب ويتفرجوا على التلفزيون لحد ما ترجع من الكنيسه الساعه 6. وبيرجعوا في اول يوم هم قلقانين جدا لان البيت ما فيهوش حد غيرهم، وبيلاحظوا ان في حد بيحاول يدخل البيت، فبيستخدموا طفايه الحريق عشان يواجهوه، وبيكتشفوا انها جدتهم وبتطلب منهم ما يبلغوش حد باللي حصل لانها مش عايزه والدتهم تقلق عليهم. فبتاكد لها ميسي وبتقول لها انا مضطر احكي لكل العيله لان شكلي كان مضحك جدا الصراحه. وبعدها بتحصل حادثه لشيلدن وبتدخل حته خشب في ايده من عصايه المقشه، فبتقرر ميسي تعمل له عمليه جراحيه وبتقدر تستخرجها بسهوله، وبيبقوا شايفين انهم قضوا اول يوم ليهم لوحدهم كانهم ابطال. وبترجع ماري وبتتصدم من ريحه الكحول اللي ماليه البيت، ولما بتسالهم بيطلب منها شيلدن تسال ميسي، فبتعرفها ميسي انها تحكي له اللي حصل مع جدتهم الاول. وبعدها بنشوف شيلدن في المكتبه مع تام، وبيتفاجئوا ان في طالبه غيرهم مهتمه بالقرايه في الجغرافيا، فبيحاول تام يقنع شيلدن انه يروح يتكلم معاه ويقنعها تتغدى معاهم. فبيروح لها شيلدن وبيتفاجئ انها عارفاه، فبتاكد له انها عارفاه لان المدرسه الثانوي ما فيهاش طفل عمره 9 سنين غيره، وبيطلب منها تنضم لهم. فبتساله ليه، فبيقول لها احنا عايزينك نتناقش معاكي عن الجغرافيا. فبتقرر ليه بتنضم لهم فعلا، وبتعرفهم انها نفسها تبقى عالمه جيولوجيا. فبيسالها شيلدن عن السبب، فبتعرفه انها لما كانت طفله جدها وداها رحله لكهف ومن وقتها وهي مهتمه بالجيولوجيا. فبيأكد لها تام ان الكهوف جميله، لكن شيلدن بيبقى شايف ان الاماكن المغلقه الضلمه حاجه مرعبه لانه اصلا بيخاف لما بيلبس التيشيرت. ومع الوقت بيظهر ان علاقه شيلدن بليبي بتتطور، وبيبقى منجذب جدا لذكائها واهتمامها بعلم الجيولوجيا، وبيبداوا يعملوا تجارب مع بعض، وبتقترح عليه ليبي انه يروح معاها السينما. ولما بيرجع البيت وبيبلغ والدته بتعرفه انها مش موافقه لانها مش هتسمح لابنها الطفل يركب عربيه بتسوقها مراهقه. فبيظهر انه متضايق وبيستغل طاقته في تنظيف البيت، ولما بتلاحظ والدته انه غضبان بتوافق بشرط تشوف ليبي الاول. وبتوصل ليبي البيت شيلدن وبتقابلها ماري وبتسالها لو اخذت مخالفات قبل كده او عملت اي حوادث. فبتاكد لها ليبي انها بتقدر تسوق العربيه بامان. فبتقول لها ماري انا كنت قلقانه بس لما قابلتك اطمنت. فبتقول لها ليبي انا مقدره قلقك طبعا طبعا طبعا، واطمني لان انا بقدر اهتم بالاطفال كويس. وبيسمع شيلدن الجمله وبيظهر انه مصدوم، وده لان البنت اللي معجب بيها شايفاه مجرد طفل. فبيقرر ينسحب وبيطلب منها هي وتام انهم يروحوا السينما من غيره، وبيدخل غرفته وهو بيبكي. وبتدخل ماري عشان تطمن عليه، وبتحاول تواسيه انه لما هيكبر هيقابل اصدقاء كتير ناضجين واذكياء زيه. والصبح بيوصل المدرسه وبيقابل تام اللي بيبقى متضايق لانه حاول يقرب من ليبي وهي رفضت وهددته انها تخلع دراعه لو حاول يقرب منها. فبيكذب على شيلدن وبيعرفوا ان ليبي عندها مشاعر تجاهه وده مش مريح بالنسبه له. وبيأكد له شيلدن انه شايفها مش مناسبه تكون صديقتهم لان الجيولوجيا من وجهه نظره ما تعتبرش علم وانها مجرد هوايه، وجمع الصخور ده شيء طفولي ملوش علاقه بالذكاء اساسا. وبعدها بتبدا مسابقه معرض العلوم في صاله الالعاب في المدرسه، وبيقدم كل الطلاب تجارب علميه كل واحد على قدر امكانياته ما عدا شيلدن اللي بيقدم بحث بيحاول بيه يعمل نظام دفاعي لكوكب الارض من الكويكبات اللي ممكن تصطدم بيه في المستقبل. وفي نهايه المعرض بيتصدم شيلدن ان واحده من الطلاب فازت بالمسابقه، فبيعترض على النتيجه وبيتهم اداره المدرسه بالجنون. فبيتدخل والده وبيشيله عشان يخرجه من الصاله، وبيرجع تاني يوم وهو حاسس بالاحباط، وبيقرر يعترض بطريقته على خيبه الامل اللي تسببت له فيها اداره المدرسه. وبيطلب منه هيوبرت انه ينزل رجليه فبيرفض، فبيبعته لمكتب المدير. ولما بيتاخر المدير وما بيوافقش يقابله بيقرر يكلم زمايله في الاذاعه الداخليه للمدرسه، وبيطلب منهم يتمردوا على نظام المدرسه اللي ادى جايزه المسابقه لتجربه علميه تافهه وحرمهم من البحث بتاعه اللي كان ممكن ينقذ البشريه. ولما بيرجع البيت بيقرر يصدم عيلته انه قرر يسيب مجال العلوم، فبتاخده ماري عشان يزور الطبيب النفسي. ولما بيخرج من الجلسه بتساله لو كان غير رايه، فقال لها لا انا اتمسكت بقراري اكتر وخلاص قررت اسيب العلوم وان شاء الله هدرس التمثيل. وبيقرر يتعلم التمثيل فعلا، وبيقرا كتب كتير عن السينما، وبيتفرج على افلام كتير من اول السينما الصامته لحد الافلام الكلاسيكيه والغنائيه. وبيرجع المدرسه وبيشارك لاندي مدرس ماده الدراما في عرض غنائي واستعراضي، وبيظهر ان كل زمايله منبهرين بقدرته على التمثيل. وبعدها بيقرر لاندي يديه دور البطوله في مسرحيه حفله المدرسه. وبيرجع البيت وبيبلغ عيلته وبيصدموه ان دور البطوله ده البنت. فبيحاول جورج يتكلم معاه ويقنعه يرفض الدور لان زمايله ممكن يتريقوا عليه. فبيساله شيلدن وبيقول له انت مش بتحط اللاعب المناسب في التشكيله اللي بتعملها؟ فبيقول له ايوه. فبيرد عليه وبيعرف ان هو كمان بيعمل كده، وبيبقى شايف ان مفيش مشكله انه يعمل دور بنت لان المسرح ايام شكسبير ما كانش فيه ممثلات ستات وكانوا الرجاله بيعملوا كل الادوار. وبعد 3 اسابيع بيستعد لاندي لتقديم المسرحيه وبيدخل عشان يطمن على الفرقه. وفي الوقت ده بيقرر شيلدن يبص من ورا الستاره، فبيكتشف ان الصاله فيها جمهور كتير. فبيرجع متوتر وبيبلغ لاندي انه مش هيقدر يطلع على المسرح لان في جماهير كتير بره. لكن لاندي بيحاول يقنعه ان ده احساس عادي انه يبقى عنده رهبه من المسرح، وبيأكد له ان كل زمايله هيبقى جنبه عشان يحموه لو حصل اي حاجه. وبيبقى شايف انه نجم ولازم ما يحرمش الجمهور من فنه. وبتبدا المسرحيه وبيتفاجئ الجمهور ان لاندي هو اللي بيعمل دور شيلدن. وبعدها بيضطر لشيلدن يرجع من المدرسه في اتوبيس عكس اللي متعود عليه. وبيبقى شايف ان المسافه من موقف الاتوبيس للبيت رحله طويله محفوفه بالمخاطر بسبب الفوبيا اللي عنده من كل الحيوانات. وبيفكر انه ممكن يبقى فريسه زي باقي الحيوانات الاليفه اللي بتحقق التوازن البيئي. وبيبقى اكبر مخاوف شيلدن هي بوبي جارتهم اخت بيلي. وبيتصدم اهله لما بيعرفوا
وبيقرر جورج انه يروح يتكلم مع والدها، ولما بيشوفها بيقتنع اكتر ان بنت صغيره وبريئه زي دي مستحيل تبقى متنمره وبتاذي ابنهم. وبيقرر شيلدن يتفق مع ميسي انها تواجه بوبي مكانه، وده لانها بنت زيها، وماري اقنعته ان الراجل ما ينفعش يرفع ايده على بنت. وبيدي تحويشه عمره لميسي، وبيوافق انها تتفرج على القناه اللي بتحبها من غير ما يضايقها لمده 3 شهور. وبتروح ميسي لبيت بوبي وبتقرر تلعب معاه ومع بيلي، ولما بترجع بتكذب على شيلدن وبتاكد له انها حلت الموضوع. وتاني يوم بيرجع من المدرسه وبيتصدم لما بيشوف بوبي، وبيقرر يهرب منها، فبتجري وراه لحد باب البيت وبيقدر يدخل بسرعه قبل ما توصل له. وبعدها بتكتشف ماري ان شيلدن بيقرا قصص مصوره فيها صور عنيفه، فبتقرر تروح المكتبه وبتلوم الراجل اللي باع القصه لشيلدن لانه لسه طفل ومش مفروض يشوف حاجات زي دي. وفي اللحظه دي بيحس شيلدن بالاهانه لان والدته بتتعامل معاه كانه طفل، وبيرجع البيت وبيقرر يتعامل كانه شخص كبير عشان والدته تبطل تتحكم فيه. وبيحاول يقدم طلب انتساب لجامعه هارفارد عشان يبعد عن عيلته ويستقل لوحده، وبتصدمه والدته ان الطلب محتاج $60 عشان يقدر يبعته. فبيقرر يقدم على وظيفه في متجر بيع الاجهزه الكهربائيه عشان يجمع المبلغ. وبيتصدم الموظف المسؤول عن المتجر بالمعلومات اللي عند شيلدن عن كل الاجهزه بتاعه الكمبيوتر اللي في المكان، لكنه بيرفض طلبه وبياكد له ان تشغيل الاطفال ده مخالف للقانون. لكن شيلدن بيقنعه وبياكد له انا كل الناس بتقول عني ان شخصيتي راجل مسن، طفل ايه؟ فبياكد الموظف ان فعلا هو كمان شايف كده بس مش هيقدر يشغله برضه. وبيرجع وبيقنع جدته انها تشغله جنايني مقابل $1 في الساعه، فبتوافق وبيبدا شغله. وفي الوقت ده بتشوف ماري اخبار عن اعصار هيحصل في المدينه، فبتخرج بسرعه وبتقنعه يرجع معاها البيت عشان الاعصار. وبيبدا الاعصار وبيتجمعوا كلهم عشان يامنوا نفسهم من الكارثه اللي ممكن تحصل. وبيحس شيلدن بالخوف فبتحضنه ماري وبتحضن ميسي وبتحاول تطمنهم وبتدعي ان عيلتها ما يصيبهاش اي اذى. وبيخلص الاعصار وبيتاكد شيلدن ان ذكائه مش هيقدر يحميه زي والدته، وانه مهما حاول يعتمد على نفسه هيفضل محتاج لحمايتها. وتاني يوم بيرجع شيلدن للمدرسه وبيحلم انه قدر ينقذ قمر صناعي من انه يتدمر. وبتقاطعه مدرسه الرياضيات وبتساله هي كانت بتشرح ايه، فبيجاوبها بمنتهى الثقه، فبتحس بالاحراج وبترجع للحصه. وبيرجع شيلدن لحلمه وبيحس بالفخر لانه قدر ينقذ القمر الصناعي. وبيحس شيلدن بالملل من المدرسه، فبيتواصل مع استاذ في الجامعه عشان يحضر معاه محاضرات فيزياء. وبيبلغ اهله بالخبر وبياكد لهم ان الاستاذ جون وافق انه يحضر معاه يوم كل اسبوع. فبتاكد له ماري ان ده هيبقى صعب لان الجامعه على بعد ساعتين، فبيطلب من جدته انها تساعده. وتاني يوم بيوصل شيلدن للجامعه مع جدته، وبعد المحاضره بيعرض عليهم جون انهم يتغدوا مع بعض، فبيوافق شيلدن وبياكد لهم انه يحضر معاهم الغداء. ولما بيرجع البيت بيحكي لوالدته ان جون معجب بجدته، وبيبقى شايف ان دي فرصه كويسه لانهم لو اتجوزوا ممكن يخلوا عدد الناس الاذكياء يزيد في العيله. وبعدها بيوصل جون لبيت كوني وبيخرج معاه في موعد غرامي، وبيظهر ان شيلدن مهتم جدا بان علاقتهم تكمل. وبعدها في المحاضره بيلاحظ ان جون مش عارف يشرح كويس بسبب وجود كوني، فبيطلب منها تخرج عشان الاستاذ يكمل. وبيسرح بخياله وبيحلم انه بينقذ القمر الصناعي بمساعده جون، وبيعرف كل الموجودين في المكان ان جون هيتجوز جدته وجاب لها عجله هديه. وبعدها بنشوف شيلدن في الجراج بيمارس هوايته وبيعمل تجارب فيزياء بمنتهى السعاده والنشاط. وبيتصدم لما بيسمع صوت كلب، وبيبقى في العادي بيفقد الوعي لما بيتعرض لصدمه، لكن المره دي فقد صوته. وبتدخل ميسي وبتتفاجئ بوجود الكلب وبتبقى شايفاه لطيف وبتلعب معاه، لكن في الوقت ده بيبقى شيلدن مستخبي على رف عالي جدا في الجراج وبيترجاها تندى حد يساعدها، فبتتصرف بلقمه وبتسيبه وبتعرفه انها جايه بس عشان تقوله ان الغدا جاهز. وبيرجع شيلدن البيت وبتحاول ماري تهديه وبتقدم له كوني شاي بابونج عشان يساعده على الاسترخاء. ولما بيدخل اوضته بالليل بيقترحوا العيله على ماري انهم يجيبوا حيوان اليف عشان يساعدوا شيلدن انه يتخطى ازمته ويخف بقى شويه فوبيا من الحيوانات. وبيكتشف شيلدن ان الكلب بتاع عيله بيلي، ولما بتخلص حال عيلته في الكلام معاهم بيوصل الامر لخناقه بين كوني ووالده بيلي، فبيقرر شيلدن يلاقي طريقه يتغلب بيها على خوفه من الكلاب، وبيلبس كل الحاجات اللازمه عشان يحمي نفسه ويقدر يلمس الكلب، لكن للاسف برضه تجربته بتفشل. وبعدها بتقرر كوني تشتري له سمكه زينه عشان يقرب منها ويهتم بيها ويتغلب على خوفه من الحيوانات. وبتنتهي تجربته مع السمكه بمأساة لما بيحاول جورج يثبت له انها مش بتعض، وبيدخل ايده في الحوض فبتعضه وبيخرجها وبيرميها غصب عنه فبتموت. وتاني يوم بيقرر شيلدن يعزم جون على العشاء في بيته، وبتتفاجئ والدته لانه ما قالهاش قبل ما يوصل جون، فبيعرفها انه عمل كده لانه كان خايف انها ترفض، وبيطلب من جون ينضم له عشان يشوف مجموعه القطورات بتاعته. وبعدها بيقرر شيلدن ينقل كل اخبار كوني لجون عشان يساعدهم يقربوا من بعض اكتر. ومع الوقت بتكتشف كوني ان جوني شخصيته قريبه جدا من شخصيه شيلدن، وبيكلمها جون وبيتفق معاها على موعد غرامي جديد، وبيوعدها انه هيجي بيتها ويطبخ لها لحمه على الطريقه الصينيه. وبيوصل جون لبيت كوني وهو شايل ادوات الطبخ اللي هيحضر فيها العشاء على ظهره زي سلاحف النينجا. وفي الوقت ده بيبقى شيلدن بيراقبهم ومهتم جدا يعرف اللي هيحصل. والصبح بيتفاجئ شيلدن ان العجله بتاعت جون لسه قدام بيت كوني، وبيفهم ان علاقتهم بتتطور، فبيدخل لوالدته وبيبلغها انه لازم يخرج عشان يهني جدته بعلاقتها مع جون. ومع الوقت بتتطور علاقه جون بكوني وبيقضوا مع بعض وقت اكبر، وبنشوفهم هما بيتفقوا ان كوني هتعمل وصفه اللحمه المشهوره بتاعتها. وفي الوقت ده بيجي لها مكالمه من إيرا، فبتتوتر وبتاخد التليفون لغرفه تانية وبتكلم إيرا وبتعتذر له وبتعرفه انها في اجتماع عائلي
وبتوعده انها تكلمه في وقت تاني، وبترجع لجون وبتكذب عليه وبتعرفه انها كانت بتكلم شيلدن. وبعدها بيتصدم شيلدن لما بيشوف كوني خارجه مع ايرا، فبيقرر يكلم جون عشان يبلغه. وبتدخل والدته وبتساله كان بيكلم مين، فبيعرفها انه بيكلم جون عشان يعرفوا اللي بيحصل. وفي اللحظه دي بتطير ماري حرفيا عشان تاخد منه التليفون. وبيحاول ايرا يقنع كوني انها تسافر معاه عشان يقضوا اجازه نهايه الاسبوع مع بعض، فبترفض كل مقترحاته وبتعترف له ان بصراحه كده انا مرتبطه براجل تاني. فبيرجع ايرا وهو منهار وبيبكي طول الطريق، لكن بيتمنى لها السعاده مع الشخص اللي اختارته. وبعدها بتتفاجئ كوني ان ايرا بيحاول يغريها وبيبعت لها غرفه سفره هديه، فبتعرف جون الحقيقه وبيأكد لها ان المنافسه عليها بينه وبين راجل تاني هتخليه يتمسك بيها اكتر. وبيقرر جون يروح لايرا وبيطلب منه يبعد عن كوني، فبينفعل ايرا وبيطرده وبيتهمه انه غريب الاطوار. فبيرجع جون وبيلومه لانه قال عنه كده، وبيروح جون لكوني وبيبلغها انه يتكلم مع ايرا عشان يبعد عنها. فبتتضايق كوني من تصرفاته وبتبقى شايفه انه بيتدخل في حاجات مش مفروض يتدخل فيها. وفي الوقت ده بيوصل شيلدن وبيساله هما بيتخانقوا ليه، فبتنفعل عليه كوني لان هو كمان بيتجسس عليها، وبتعرفه انها مش هتكمل العلاقه دي غير بشروط، واما ان شيلدن يبطل يتجسس عليهم ويتكلم مع جون في حاجات تخص علاقتهم. فبيقرر شيلدن يعمل لهم عقد بكل الشروط اللي عايزينها، وبيبقى بيفكر ان كل العلاقات اللي هيدخلها في حياته مع عيلته واصحابه وحتى اولاده يعمل فيها عقد زي ده عشان يضمن حق الطرفين. وبكده بيكون الموسم الاول خلص من المسلسل، وعايزين نفاجئكم ونقول لكم ان المسلسل ده نزل منه 7 مواسم. فلو عايزيننا نعمل الموسم اللي جاي ادونا 50,000 لايك على الفيديو ده. وكل الشكر للاستاذه شيماء محمد اللي كتبت السكريبت ده، واستاذ محمد طاهر اللي سجل اللي هو انا يعني، واستاذ كريم طاهر اللي منتج. سلام.